السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله اليوم ال19 معانا في دوره البط، واخر يوم معانا في العلاج بتاع الاسهالات اللي احنا مشينا عليه لمده 4 ايام. انا صورت معاكم اول يوم وتاني يوم، وامبارح كان تالت يوم، والنهارده ده رابع يوم لينا. بصوا يا حبايبي، انا زي ما انتم عارفين، انا كنت بحط لهم في الطواجن الفخار الميه، فكانوا بيغرقوا المكان قوي حواليهم، وما كنتش بلحق انضف لهم. كنت بنضف لهم كتير جدا بسبب الميه دي، وبعدين كمان كنت بحس ان هما بيتوسخوا. فدلوقتي انا اول مره اجربه معاهم، مش عارفه هينفع معاهم ولا لا، بس ده كتجربه. انا جبت لهم السقايات اللي لو فاكرينهم كنا بنحطهم للكتاكيت مع بعض، الفراخ البيضه. هبتدي ده لتر، هحط نص الازازه هنا عشان دولت هيتحطوا على 2 لتر يا حبايبي. وابتدي نقفل السقايه كده ونرجها رجه بسيطه، ابتدي احطها لهم كده ونشوف يا ترى هيعرفوا يشربوا منها ولا لا. لو عرفوا يشربوا منها كان بيها هسيبها لهم هنعتمدها. ما عرفوش هنرجع تاني للفخار، وهنبقى ايه، هنضطر بقى ان احنا ننضف لهم كل شويه، لاني زي ما انتم عارفين، زي ما قلت لكم كتير، ان الطائر ما بيحبش يبقى متوسخ، وفي نفس الوقت البط بيحب الميه قوي. وده الحبه اللي فاضلين اهم مع اللتر التانيين. بكره حبايبي اليوم ال20 معانا، هنوزن مع بعض ان شاء الله ونشوف الاوزان وصلت لفين. انتظروا الحلقه بتاعت بكره. وكمان هندي حاجه تاني لرفع المناعه بتاعت الطائر كده. كده نحط له الاكل معانا. بس حبايبي لو ملاحظين، هم ما شاء الله دلوقتي بداوا يسحبوا، وكمان بقوا ياكلوا العلف النامي حلو، يعني ما بقاش يستغربينه زي ما كان الاول. وده كان الفيديو معانا يا حبايبي النهارده. لو عجبكم الفيديو فعلوا لي زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.